عمل ملايين وهو لابس ماسك. واحدة من أغرب التجارب انا لا بتاع بروتين، هي عضلاتك بتكبر ازاي؟ وأنجحها في نفس الوقت. خدت قد ايه بقى عشان تعمل اول مليون؟ بدأ بيزنس وقدم خدمات للناس من غير ما حد يعرفه، تجارة المكملات بتكسب اكتر من تجارة المخدرات. وفضل لابس ماسك ومختفي وشخصيته مجهولة. لو جالك واحد يبيع لك حاجه بفلوس وهو لابس الماسك ده، تشتري منه؟ اتشهر بفيديوهاته وهو بيحلل منتجات لشركات وبين منتجات كتير مغشوشة. الفكرة كانت مختلفة جدا. نجح في عمل تجربة مش من السهل إن حد ياخدها، وهي إنه يكون شخصية. مين ادهم ومين قاسي؟ اموت واعرف مين اللي ورا الماسك. النهاردة هنعرف مين ورا الماسك ده وإزاي قدر ينجح من غير ما حد يعرفه. بص، احنا مش هنقضي الفيديو كله بالماسك. ادهم ده اللي هو ضابط القوات المسلحة السابق، نقيب سابق القوات المسلحة. أدهم خدم في الجيش المصري وحصل على فرقة الصاعقة، وكان من أوائل دفعته، وتخرج برتبة ملازم بتقدير امتياز، والتحق بعدها بسلاح المدرعات اللي كان شعارهم النصر أو الشهادة. من ملازم لملازم أول لرتبة نقيب، خدم 11 سنة في الجيش، وبعدها قرر فكره بقى ان انت تسيب القوات المسلحه وتتجه في الموضوع ده كان قرار سهل ان انت تعمل كده؟ لا، ما كانش قرار سهل. ايه ده كل الناس اصلا. انا من الناس اللي قلت لا، انا من الناس اللي قلت لا، لان ادم مقرب ليا جدا وحبيبي جدا وشفنا مع بعض ايام صعبة يعني. فقلت له لا، ازاي؟ ودي حياتنا ودي دنيتنا. والاستقالة كانت مع الفينش بتاعي في الماجستير. حصلت على شهادة الماجستير، حصلت على قبول الاستقالة تقريبا في نفس الشهر. ورعب كمان لأن أهلي شايفين اللي انت بتعمله قائم على ماسك وسوشيال ميديا، مش مدركين أبعاد ده كبزنس ممكن يبقى ايه قدام. ايه بقى حكايه الماسك؟ لما صعب عليا ان انا اعمل بزنس خاص وحاجة اللي انا بحبها اثناء خدمتي في القوات المسلحة، فكان لازم يبقى في اي ورك اراوند. يعني الماسك ده كان وراه سبب؟ كنتش عارف اطلع بوشي، فعملنا شخصيه وهميه تمثل البراند. الشخصيه دي اللي هي شخصيه كابتن آسر. حتى في ناس كتير بتلاحظ ان انا لما بلبس الماسك بتقمص شخصيه مختلفه. يعني شخصيه كابتن آسر هجوميه شويه، تلاقيها شخصيه ساخره كده شويه، بتنقد بقى الناس اللي بتهبد في العلم والناس اللي بتقول المعلومات غلط. ممكن بلاش افوار عن الميلاتونين. فالشخصيه دي احنا سميناها آسر، وهي اللي بقت الشخص اللي بالماسك، وهي كانت في زي ما تقول كده ايه اليونيفرس بتاعتنا، بتمثل الخير وبتمثل الشخص اللي بيدافع عن الحق. وابتدى بقى ايه نوظف شخصيات زي بامبل بي وميجاترون اللي هم اصلا بتوع فيلم ترانسفورمرز، ولكن عملنا لهم يونيفرس خاص بيهم، وكل واحد فيهم بيمثل شيء. وده العالم بقى اللي احنا عملناه، عالم دايت اند تشيت. بتعملوا ايه بقى هنا؟ شايف بنعمل عظمه، بعدين ايه الناس دي كلها؟ ايه الناس دي كلها؟ مش تعالى اعرف. تحب تاخد جوله؟ اديني غلط. هنا قسم السيلز والكاستمر سيرفيس، وبرضو الاي تي كمان معانا، والشباب القائمه على الورك اوتس او التمارين البدنيه بتاعه الناس. نيجي هنا لقسم الحب. ده البرودكت بتاعنا، مش هزار. احنا قبل ما نبقى بنبيع دايت بلان، احنا بنبيع اهتمام حقيقي وحب ومشاعر للعميل. فالقسم ده هتلاقيه هو القسم الاكبر. اول ما يعني اشتركت معاهم حسيت باختلاف يعني فظيع، اختلاف جذري. انا اختلاف في التمرين، اختلاف في نظام حياتي اصلا نفسه، اختلاف ان انت في حد بقى بيسال عليك من الاخر، يعني على طول بيسال عليا، على طول بيكلمني، على طول بيشوف معايا الدنيا عامله ايه، انا واصل لحد فين، البروجرس واصله لحد فين. كان بيديني من وقته كتير قوي، وانا كنت حاسس ان انا بدفع قليل قوي على المقابل القيمه اللي انا باخدها. انا كنت حاسس ان انا باخد من وقته اكتر من كده. تقريبا كل وقت شغل. عايز اقول لك ان انا مش عارف اتمرن. انا عميلي رقم واحد، عميلي قبل انا شخصيا. عايز اقول لك ان دي من سلبيات الشغل. انت بتهتم بكل عميل عندك ولازم تديله حقه وتعامله كانه هو العميل الوحيد في الشركه. والمسؤوليه لما بتكبر وعدد العملاء لما بيكبر، عملاء من كل الكالتشرز اللي في الدنيا ومن جوه مصر ومن بره مصر، بتاثر في حق نفسك. دي من اكتر الحاجات السلبيه اللي في موضوع الشركه بتاعتي. العميل اللي كان بيجي يتمرن معاه كان بيجيب معاه يعني على الاقل كده 5، ثم بعد كده التضاعف ده ابتدى يتكرر. ال5 دول يجيبوا 5. شفت كيونت والحاجات بتاعت زمان دي، حرفيا بفضل الله وكرمه. وانت كنت لوحدك كل ده؟ كنت لوحدي. الحمد لله الشركه دلوقتي 65 واحد. البنات مع بنات، الولاد مع ولاد، عشان البنات تقعد تتكلم براحتها، تقعد تتكلم مع كوتش او اخصائيه تغذيه بنت،
الولاد مع ولاد عشان لو عنده انت مشكله أو عامل حاجة. العملاء ان البنت تبقى معاها مع بنت والولد ولد مع يتابع مع ولد. ولد. تمام. ودلوقتي ادهم قرر انه يدرس من جديد، ولكن هيدرس حاجه مختلفه تماما. انا صراحه مش مستغرب موضوع ان هو يدرس في سن كبير، لان انا شخصيا مريت بالتجربه دي، وانا شخصيا متخرج من الجامعه وانا عندي 30 سنه. انا مؤمن ان التعليم ده ملوش سن، وان انت مهما وصلت انت لازم تتعلم، ولازم في حاجات كتيره جدا هتفرق معاك في التعليم وهيفتح دماغك. خدت قد ايه بقى عشان تعمل اول مليون؟ يعني بص، في زمن الكوتشنج 2021 مختلف على زمن الكوتشنج دلوقتي. تمام. يعني دلوقتي اول مليون ممكن تبقى سهلة قوي، لكن بفضل الله احنا مثلا نقدر نقول اول مليون دي اتعملت في ظرف 6 ل 8 شهور 6 ل 8 شهور من انطلاق دايت اند تشيت. بس اللي بعدها كان اسهل. اللي بعدها كان اسهل كتير. مم. اول 6 ل 8 شهور كان اول مليون جنيه، لحقتها قبل ما تم 30 سنة. واحد اوريدي ناجح وما شاء الله مثلا البيزنس بتاعه بيعمل فلوس، ليه قررت تدرس؟ ايه اللي خلاك تفكر انت دلوقتي في سن دلوقتي يعني انت 31 سنه 31 سنة. تدرس تاني دلوقتي؟ أنا قررت أدرس حاسبات ومعلومات تحديداً علشان الشركة ابتدت تدخل في المجال التقني، ابتدينا نعمل ابلكيشن والتاني والتالت. ما كانش عندي أي بقى خبرة ولا أي علم عن الاتجاه ده، فما ينفعش أبقى أنا في منصب قيادي ويجي ياخدوا مني رأي في حاجة وما اعرفش ارد عليهم. ما ينفعش ابقى تايه او اروح في كل قرار صغير اروح رايح واخد كونسلتيشن من حد فاهم ويوجهني. ده كان منبع القرار ده، بلس ان انا كمان بحضر الدكتوراه، يعني انا بحضر الدكتوراه في إدارة الأعمال، ومع ده بدرس حاسبات ومعلومات. ادم كان من الناس ان هو منظم، عنده خطوات ثابته، هي مش كبيره بس خطوات ثابته تودي بك لنجاح عظيم. هو بينفذ المهمه المطلوبه منه ان كانت هي ايه على اكمل وجه. ناس انتقدت الموضوع لاكتر من سبب، قال لك انت ممكن تاخد اي رود ماب، تاخد اي حاجه من على النت كورسات. للاسف اي حاجه مش اكاديميه تبقى عشوائيه قوي، ومحدش منظم لك الموضوع تنجكت قد ايه معلومات في دماغك خلال مده قد ايه. ده غير الكوميونتي اللي الجامعه بتعملها لك، يعني الجامعه تحقق لك انك يبقى حواليك دكاتره واصدقاء وناس، كل الناس دي كل تفكيرهم ان انا اباس من الكويز او اباس من الميد تيرم او الكلام ده كله، عامل حاله كده تخليك لا انا حابب اذاكر. ما خفتش ان انت فكره ان انت يبقى عندك ماسك والناس مش شايفاك وانت بتقدم خدمه للناس والناس دي بتستأمنك على فلوس وانت بتقدم لها خدمه، ففكره الماسك ده اكيد كان هيبقى زي ما تقول حاجز بينك وبينهم. دي حقيقة. وفي الأول ده طبعا كانت يعني حاجة صعبة، ولكن القصة هنا بقى في الفاليو. انت لو بتقدم فاليو حقيقية الناس لمستها غصب عن أي حد، والله العظيم لو مش طالع خالص حتى بجسمك، لو بتعمل VO على صور على بي رولز بتجيبها من أي حتة من على النت، الناس هتثق فيك. يعني ما فرقش معاك حوار الماسك ده خالص، بالعكس ده انا كنت يعني هموت واعرف مين اللي ورا الماسك. الناس كانت عندها كده الحته بتاعت الكريوسيتي بتاعت الراجل ده بيقدم فاليو ومش بيطلع بوشه، وبعدين ضربت بعديها في التحاليل، فكانت الموضوع عامل بومينج وكان عامل حاله كده، كان في حاله الماسك كان عاملها، والحاله دي بفضل الله كانت يعني توفيق من عند ربنا، كان ليها سبب كبير في النجاح اللي حصل. فاتوقع لو كنت من غير ماسك بالعكس كان الموضوع هيقلل مش هيعلي. انت ايه بقى هدفك الفتره اللي جايه دي؟ بص، هدف لأدهم موسى ان نراجع كل خطوه لينا مرجعيه دينيه. لسه واخدين قرار وقف التقسيط، وكذلك في كل حاجه، اي حاجه انا كنت فيها معامله ملهاش مرجعيه دينيه، باذن الله الخطوه اللي جايه ان احنا نمحوها تماما من سجل ادهم موسى. ده هدف ادهم موسى الشخصي. هدف الشركه، احنا وصلنا بالخدمه بتاعتنا، خدمه دايت اند تشيت اللي هي بتقدم للعملاء علشان يحققوا الجسم اللي نفسهم فيه. وصلنا بيها الحمد لله ان احنا شاركنا في اكبر ايفنت عالمي، ايفنت دبي ماسل شو، وصلنا بيها العالميه. عندنا تطبيقات بتخاطب الكوتشز، وعندنا تطبيقات تانية بتساعد حتى العملاء بتاع الكوتشز المنافسين. عايزين التطبيقات دي تنتشر وتوصل للعالميه هي كمان،
زي ما عملنا مع دايت اند تشيت. انا بقول بكل امانه هو حقق نجاح باهر. انا ككريم ما كنتش متوقعه في ادهم، بس كنت واثق ان هو هيستمر لحد ما يبقى حاجه تليق باي حد يتشرف ان ده صاحبه يعني. قصة نجاح أدهم وشركته هي قصة ملهمة لناس كتير، والكل واحد شايف نفسه إنه جايب آخره. لأ، لسه في تاني، لسه كل واحد عنده طاقة يبني بيها كتير ويغير في حياته وحياة ناس تانية.